لفتت نظرنا هاي اللوحة. وجايين هون نشوف. عن شو بتحكي؟ تمام. شخص معتقل جاي من المجهول، ممكن طالع من مرآة سحرية أو هذا النمط أنا حبيت أضيفه لأنه عم تلفت نظر المشاهد. الشخص واضح عليه كدمات، ضربات، ثيابه ناس يعيدوا إياه هون، شايكين له إياه هون ومغطين له على عيونه عشان يقودوا له المجهول. فقصة الكتاب هي قصة المعتقل نفسه اللي جاي هو عم يعطينا إياها. وير أم آي؟ عم يسألنا أين أنا؟ عم يسأل الناس أين أنا، لأن هو ما عرفان لوين قادوه. حلم مرة إنه الاعتقال. عم يحكي قصته إنه كان في مظاهرات، بعد أجل الهتافات هدى ورد اعتنقتها ليس أزهاري فقط بل للحرية. هون لمحت عيني اللؤمي الشروق باد على وجهي، فنور الحرية يشع من الفؤاد. اعتقلوه. طبعا لا، كانه قاصد الورق انه يكون معتق حتى حرافه يعني محروقه، حتى حراف الورق محروقه. طبعا هون الصور اخذناها كمان من قيصر، تضح جرائم النظام. هذا بيدلنا معناتها على قدم المعتقلين، مش خسرنا صح؟ نعم. يعني صاروا كثير. نعم. سبحان الله، اللوحة بتعبر على كل المعتقلين بشكل عام. نعم. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. نعم. طبعا قضية المعتقلين موجودة معنا بكل الفعاليات اللي بتصير بشكل عام. الله يفرج يا رب. فنانة يافا. يافا. أهلا وسهلا.